ده ميكروب داخل، ده عند مين؟ عند واحد مناعته كويسه، ولا هيروح للدكتور ولا هيشتكي من اي حاجه. الكرات الحمراء دي ده الكرات دي البيضاء دي الكرات الحمراء بتاعت الدم حاجه ثانيه. لا حاجه ثانيه. دي ضمن الخلايا البيضاء. دي خلايا مناعيه ربنا لا كولا سموها كولا، انها بتاكل ميكروبات، تاكل بكتيريا، تاكل فيروس، تاكل طحلب، تاكل فيروسات الايدز، تاكل الخلايا المريضه، تاكل الخلايا المعجزه. يقول لك كل الدم الحمراء بتعيش 120 يوم بعد كده تتكسر. مين بيكسرها؟ هي دي. خليه بتفكر انها تبقى سرطان، مين اللي هياكلها؟ هي دي. ده عايشه كده 24 ساعه ده على طول، وتجوب الدم على طول. وينزل مثلا ايه، انا دلوقتي اشتكيت في ايدي خلاص، حصل التهاب هنا، على طول كل الخلايا اللي كل جسمي تروح تتجه بسرعه المكان ده عشان تفتك بالميكروبات الغازيه وتدمرها. وهنشوف صورتها دلوقتي برضو في الفيلم اللي هعرضه دلوقتي. الخلايا المناعيه الاكوله اللي بتاكل اي ميكروبات تدخل لنا في جسمنا برضه، او تهاجم اي جزء من جسمنا كلها تتجه عشان. بس مين بقى اللي عنده الخلايا الاكوله دي جيده؟ الناس اللي هي عيشه طبيعيه، الناس اللي هي بتاكل اكل صحي، الناس اللي بتنام كويس. شوف بقى برضه دي ادي ميكروب دخل، وهتيجي بعد كده برضه الخلايا ده اللي بتقتل الميكروب ده هتفتك بيه دلوقتي بعد شويه. واحنا بنشوف التليفون مفيش مانع. مفيش مانع. الو. ايوه. اي فندم اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك انا بسال بس، انا الدكتور قال لي انت معاك الدكتور مجدي يا فندم. اتفضلي. شايف الخلايا المدوره يسموها الخلايا القاتله. هتيجي معانا لحظه، الخلايا الصغيره دي الخلايا القاتله، وده الكبير ده معانا ثانيه واحده فيروس جاي. شوفوا هتعمل ايه. الخلايا القاتله اللي هي الاكوله هتروح مديها حقنه، تديها سم هتدمرها. شوف هيحصل ايه، هتنفجر، مشيت خلاص هتتدمر، كل السم اللي فيها، كل السرطان اللي فيها هيتدمر، وهنفتك بكل شيء غازي، ده مش هيجيله سرطان. سبحان الله. دي الخلايا